العصبيه بتاع العصبيه قدام الفكره معايا. فاللي بيحصل ايه بقى؟ علميا الطاقه دي معلومه خطيره هنقلكم فيها من مرحله علم اليقين اللي بقول لكم عليها الى مرحله عين اليقين الى مرحله حق اليقين اللي للاسف ناس قلائل في العالم اللي عليها. دي مراحل اليقين. شوفوا كلنا عارفين لازم بيعمل ايه، كلنا عارفين اللي بيحصل، كلنا عارفين اللي بيتم. دي مرحله اسمها مرحله علم اليقين، ولكن لسه مش حاسين علم اليقين. يعني مثلا انتوا مثلا ناس صوفيه مثلا، فانا جيت قلت لكم يا جماعه في ناس اصحابي شافوا يوسفندية قطرها 5 متر، فانتوا واثقين فيا بجد؟ والله يا 5 متر. وتابعوا على فكره يا جماعه ده بيقولوا لي في السفن ده اسمه علم اليقين، انتوا كلكم عليه في الجذب وفي كل المعلومات، لكن ما حدش بيطبق حاجه. ليه ما حدش بيطبق؟ لانكم لم تنتقلوا الى مرحله عين اليقين. لو انا بقى كلمت واحد صاحبي فدخل وبيزق كده من الباب وطلعتوا زقيتوا معاه لغايه ما دخلت السنديه من الباب فحطها على الارض كده، هي 5 متر. هتبقوا شفتوها قدامكم في الواقع، هتنتقلوا ايه ده بجد؟ يعني مرحله هنا انت كنت مصدق، بس دي ازددت فيها يقينا. كويس؟ طيب قعدنا نقشرها بقى، السنديه نقشرها، خدنا فص 20 واحد قعدوا يقسموه عليهم وياكلوه. بقت ايه؟ حتى خلاص؟ انا هقول لكم معلومه دلوقتي هتنقل لكم موضوع ابدا بنفسك من علم اليقين الى عين اليقين الى حق اليقين. ازاي بقى؟ علم الطاقه او الطاقه بصفه عامه بيقول عنها الفيزيائيين انها لا تفنى ولا تستحدث من العدم. خلاص؟ انا دلوقتي حالا بيخرج من جسمي طاقه وكلكم بيخرج من جسمكم طاقه، وبعد ما تمشوا هتفضل موجوده في المكان. الطاقه دي متخزن فيها 3 سوفت وير. خلاص؟ الطاقه دي متخزن فيها كل واحد حاسس بايه، وكل واحد بيفكر في ايه، وكل واحد عايز يعمل ايه، وكل واحد سلبي ولا ايجابي. اتفقنا؟ خلاص؟ انا دلوقتي لو انا عايش في بيت، كتر السلبيات اللي انا بعملها بتطلع نفس الطاقه اللي انا بتواجد في مكان في مكان، وبالتالي بفضل قاعد في كل اللي حواليا. اي حد بيعدي الانسان هو حاجه من 3، يا اما ايجابي يا اما نيوترال عادي يا اما سلبي. الايجابي صعب ان حد ياثر عليه، النيوترال عادي بيأثر بس بنسبه مش قويه، يعني ساعات مره يبقى ايجابي ولا يبقى سلبي كده متذبذب. السلبي ده اي حد بيعدي بيأثر عليه. اتفقنا؟ معايا يا شباب؟ عشان بس المعلومه دي مهمه جدا. فانا دلوقتي لو انا داخل المكان ده ومعايا ورقه عايز ارميها، فقمت قايل لا، قعدت ادور على مكان باسكت ارميها فيه وقمت راميها فيه. الطاقه اللي في المكان طلعت مني عامله ازاي؟ الطاقه الايجابيه طبعا متسجل فيها الداتا دي. كويس؟ فعدى شخص نيوترال عادي دخل في المجال وعايز يرمي حاجه، هيحس ان هو خلاص؟ عدى واحد تاني سلبي جدا. كويس؟ دول اشد الناس بيتاثروا، عشان كده السلبيين هم اكتر ناس بيتاثروا. كويس؟ عدى في المكان عاوز يرميها، هيحس انه مش عايز. هو دخل في مجال، عارفين لو حس النفس دي برنامجين داخلين، البرنامج بتاعه البرنامج اللي جاي من بره. خلاص؟ المره الثانيه هتلاقيه بعد كده بقى عاملها، لما يعملها هو كمان طلعت منه طاقه عامله ازاي؟ ايجابيه. مره في مره في مره في مره في مره هتلاقوا المجتمع بقى كده. وده التفسير العلمي لقرى معينه بخيله، ولقرى معينه سخيه او بتدفع بكرم، ولناس معينه كساله، ولناس معينه نشيطين، وهكذا. بسبب ان الكل بيعمل كده. عشان كده بنقول ابدا بنفسك، مالكش دعوه بحد، من غير ما تحس. انت والحته الخطيره بقى، من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. هو ده لب الموضوع بتاع الطاقه. اقول لكم على حديث محفوظ جدا وخطير جدا جدا جدا، ومحدش واخد باله منه. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فايه؟ هيغيره ازاي؟ هيغيره بقلبه ازاي؟ واحد شاف منكر
هيغيروا ركزوا على النص الحديث. هيغير المنكر بقلبه ازاي؟ ها؟ يا استاذ بالراحه بس. انا شفت منكر فغيرته بايدي، مش هو كده اتغير؟ خلاص. غيرته بلساني، قلت له ما تعملش كده فما عملوش، مش كده اتغير؟ طب غيرته بقلبي ازاي؟ مبدئيا انا قناعة داخلية ان ده غلط. كويس. انا قناعه داخليا ان ده غلط، انا ما غيرتوش. ده تفسير بعض الناس على حسب علمهم، ولكن ايوه علميا انا اول ما اشوف الشخص اللي بيعمل المنكر ده، ركزوا معايا، الشخص اللي بيعمل المنكر اشوفه بيعمل الخير وادعي له، انا كده غيرته. بس ده بعت له برنامج ايجابي من غير ما احس. عشان كده لما الرسول عليه الصلاه والسلام كان زوج ومنقوب الحجاره وي 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 وجاء سيدنا جبريل قال له لو امرتني لاتقى لهم الاخشبين، قال ايه؟ اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. غيرهم بقلبهم. كويس؟ وفي يعني القران فيه شويه اشارات نفسيه خطيره اللي ياخد باله منها. نفس الموقف حصل مع سيدنا نوح، فعمل ايه؟ غيرهم بقلبه برضه والسلام. دعا عليهم. ولأن ربنا عدل أصيب من نفس الدعوة ابن محمد صلى الله عليه وسلم. كويس؟ برضه أمثلة برضه واضحة وضوح الشمس في القرآن ما حدش ياخد باله منها. منطقة السلبية والطاقة الإيجابية. سيدنا يعقوب مش هو نبي؟ لما خاف الطاقة السلبية والإيجابية على ابنه. إيه اللي حصل لابنه؟ اللي خايف منه حصل ولا لأ؟ اللي بيخاف من حاجة بتحصل. الطاقة السلبية هتجذب اللي انت بتفكر فيه سلبي. وايه بقى؟ لو خايف على الاثنين، على بنيامين وسيدنا يوسف، والاثنين واضحة صريحة اللي فكر. كويس؟ أول ما اختار الصبر، ودي برضو معلومة خطيرة جدا بيعملها ناس كتير جدا ويفضلوا عايشين في حياتهم في جحيم بسبب الصبر من غير ما يفهموا يعني ايه صبر أصلا. الصبر مشروط بإنك تصبر وتحتسب. سيدنا يعقوب عليه السلام لما اختار الصبر في حادثة ابنه، كويس؟ قال ايه؟ لما أخذ سيدنا يوسف قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان. يبقى هو حد المسيح عمل ازاي؟ سلبية ولا إيجابية؟ سلبية. الصابر على الظلم سلبي. صابر ومخنوق سلبي. وبالتالي كان مستحيل يغير الموقف. فضل في يعني 40 سنة ابنه بعيد عنه وهو في حالة ضيق وحزن وحالة سلبية إلى أن ابيضت عيناه عشان ربنا يبين لنا رغم إن هو نبي. كويس؟ بس دي آيات في القرآن والإشارات تعلمنا نتعامل إزاي. كويس؟ ركزوا معايا علميا بقى، احنا بنقول السلبي بيجذب سلبي. فجذب سلبي. عينه راحت، ابنه الثاني كمان، ابنه الثاني اتاخد، فالمصايب انهالت عليه لانه بيفكر سلبي. اول ما الابن الثاني الثالث فضل هناك او ثلاثه من اولاده مش موجودين، عمل ايه في طاقته؟ نفس الايه ربنا ذكرها في القران بس اتظبطت. هو بقى قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. وعسى عندما تذكر لله معناها الوجوب، وعندما تذكر للبشر معناها الاحتماليه. كويس؟ عشان كده لما الراجل قال اصحاب الجنتين قال له عسى الله ان يرسل عليها حسبانا من السماء، ده اللي حصل بالظبط. كويس؟ عسى عندما تذكر لله معناها الوجوب، وبالتالي اول ما صبر مع اليقين ان ولاده هيجوا، ايه اللي حصل؟ ولاده يجوا. ده اللي نفسي كله يبقى عليه. مالكش دعوه بالاحداث، مالكش دعوه بالانفلات الامني، مالكش دعوه بكل المشاكل اللي بتحصل. انت ستساهم بقوه دون ان تدري في انك تبدا بنفسك. عشان كده غاندي بيقول